أخيراً اكتشفوا قطرة بتحسن النظر. هي بتحرق بس شوية في الأول، بس مفعولها أكيد. من زمان لما كان أي حد يوصل لسن 40 تقريباً بيبدأ يلاحظ إن القراية بقت أصعب، يمد الكتاب بعيد عن عينه عشان يقدر يشوف، أو إنه يضطر يلبس نظارة قراية. دي حالة طبيعية مرتبطة مع التقدم في العمر، اسمها طول النظر المرتبط بالعمر أو البريسبيوبيا. لحد وقت قريب ما كانش ليها حل غير النظارة أو الجراحة، لكن الدكاترة ابتدوا يدوروا في الموضوع. هل ممكن دواء بسيط زي قطرة يحسن النظر بدل من النظارة أو بدل من العملية؟ وهنا جات الفكرة. عدسة العين مع الوقت بتفقد مرونتها اللي بتساعدها إن هي تقدر تعمل فوكس وتشوف الأشياء بشكل أحسن. وفي مشكلة كمان إنه حدقة العين مع العمر كمان بتوسع. طب ماذا لو صغرنا حجم الحدقة شوية؟ هو ده مش ممكن يزود من عمق الرؤية؟ زي فكرة الكاميرا بالظبط، لما بتصغر فتحة العدسة إيه اللي بيحصل؟ الصورة بتبقى أفضل للمسافات القريبة. وهنا جات الفكرة إن احنا نعمل قطرة تصغر البؤبؤ شوية فبالتالي تحسن الرؤية. لكن مشكلة القطرة دي إن هي مفعولها بيمتد بس من 6 ل 8 ساعات. هي حل كويس جدا واختراع يحترم الحقيقة، ولكن القطرة دي بتحتوي على مادة الأسيكليدين، والأسيكليدين دي بتعمل شوية تحسس لبعض الناس، وكمان في حالات نادرة ولكن خطيرة ممكن تعمل انفصال في الشبكية. فقبل ما تمشي ورا أي جديد اسأل الأول هو إيه آثاره الجانبية، وهو معمول لمين بالظبط، وهل هو ينفع معايا أنا وينفع لحالتي أنا ولا لأ.